من أحلى وأخف الكيكات اللي ممكن تعملوها. تابعوني للآخر يا أصحابي. النهاردة هنعمل كيكة الرهش، كيكة صحية ولذيذة. 4 بيضات، باقي دبس الطعم، معلقة صغيرة فانيلا، اضربهم كويس بالمضرب. كوباية إلا ربع زيت، بيض زبادي، كده المكونات السائلة جاهزة. دلوقتي هنحط المكونات الجافة مع بعض. هنحط كوبايتين دقيق وننخلهم. معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة بيكنج صودا، معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة هيل مطحون، ونقلبهم مع بعض. المكونات الجافة على الخليط السائل ونخلطهم كويس. كوباية مية سخنة ونقلب كويس. لحد ما تبقى بالقوام ده هندهن قالب الكيك بالزيت. وخليط الكيك في القالب. نحط الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. الكيكة بعد ما طلعت من الفرن هنزينها بدبس التمر. الطحينة وده شكلها النهائي. لازم تجربوها يا أصحابي وأتمنى تعجبكم. يلا نقطع قطعة ونشوف شكلها من جوا. جدا من جوا. أصحابي أشوفكم قريب. بتمنى تشجعوني باللايك والسبسكرايب.